في الفيديو ده هستعرض معاك أفضل 10 كباري في تاريخ الدوري المصري، وما تنساش دايما إن هي وجهات نظر، وممكن الحاجات اللي تعجبني ما تعجبكش، وممكن العكس. لو في كوبري أنت تعرفه أجمد من دول قولي في الكومنتات ونعمل جزء تاني إن شاء الله. ده الكوبري الأول معانا من أحمد عبد القادر للمسلوسي الباك اليمين السابق للزمالك. وصعوبة الكوبري ده إنه على الخط، وعلى الخط هنا مش أي حد بيعرف يعدي بالطريقة الجميلة دي غير لعيب مهاري قوي واحد زي أحمد عبد القادر. كوبري رقم 9 معانا هو لجilberto من توك توك الكورة المصرية حازم إمام الصغير. أنا بالنسبة لي حازم إمام الصغير ده كان من أحرف اللاعبين ومن أحرف الباكات اليمين اللي جت في تاريخ مصر. كان بيعدي من أي حد وبيلبس كباري لأي حد، ولكن للأسف العقلية برضه ما كانتش أفضل حاجة، ولكنه لعيب كبير. وأكبر دليل على ده الكوبري اللي اداه لجilberto قدامك ده. كوبري رقم 8 لعلي معلول أسطورتنا الحية، والكوبري ده كان للعيب بيراميدز محترف. وشوف الكوبري إزاي، وشوف المهارة بتاعة معلول اللي بيقدر يخترق بيها ويعدي بيها، رغم إنه باك شمال ادى الراجل كوبري بالكعب يدرس حتة خماسي كده وفوت له الكورة بطريقة بمنتهى المهارة والذكاء والدهاء اللي في الدنيا. الكوبري السابع للعشوائي اللي ربنا يتم شفاه على خير ويديله الصحة مؤمن زكريا. مؤمن زكريا كان من أحرف اللاعبين في الدوري المصري قبل المرض اللي جاله ده. تعال شوف الكوبري الحواري، كوبري الخماسي اللي اداه المعروف يوسف على الخط. وده كوبري صعب جدا لأنه في حتة صعبة جدا، ويديله الكوبري كده بمنتهى الأريحية والسهولة. فده لعيب كبير، لعيب مهاري ملوش حل. كوبري رقم 6 من الأسطورة حازم إمام أسطورة نادي الزمالك للأسطورة وائل جمعة صخر دفاع النادي الأهلي. شوف ازاي حازم امام بيعدي الكوره بمنتهى السهوله واليسر اللي في الدنيا بين رجلين وائل جمعه. الراجل ده كان ثعلب حرفيا، اكسترا مهارات. حازم امام كان لعيب كبير جدا جدا جدا، وزي ما قلت قبل كده هو ما اخدش حقه وما اخدش المكان اللي يليق بيه وبمكانته الكبيره من جمهور نادي الزمالك. وده الكوبري الخامس معانا من صفوت عبد الحليم أسطورة النادي الأهلي للعيب كبير جدا في نادي الزمالك في ماتش ديربي. اللي يعرف مين اللعيب اللي لبس الكوبري ده يقول لي في الكومنتات. ده صفوت عبد الحليم أسطورة المهارات. الكوبري الرابع معانا رغم اني اهلاوي ولكني ما قدرتش اجيبه، كوبري سافل كوبري قليل الادب من مصطفى فتحي لرامي ربيعه. مصطفى فتحي هنا اداله الكوبري وعدى من الاثنين لعيبه بمنتهى السهوله والمهاره. وده مصطفى فتحي اللعيب المهاري اللي كان ممكن يروح بعيد جدا لو ركز في الكوره بس واشتغل على نفسه بدني وبعض الامكانيات، كان هيروح في حته تاني في الكوره المصريه. ولكن للاسف لعيب وقف تطوره ومهارته عند حته معينه وما قدرش يكمل. الكوبري التالت لشيكابالا الحبة السمراء للعيب الجونة كده في نص الملعب، يديله حتة على الرايق في ملعب الجونة الذي لا يصلح للعب كرة القدم أصلا. ولكن شيكابالا كمهارة معروف إنه بيلعب في أي ملعب وبيرقص أي حد وبيلبس كباري لأي حد. الكوبري التاني ده بقى أخدت فترة كبيرة جدا قعدت أفكر أخليه رقم 2 ولا رقم 1، رقم 2 ولا رقم 1، بسبب حلاوته. لأنه كوبري 2 في 1، كوبري وفرشة في نفس الوقت، ومش لأي حد. لمين؟ لأسطورة المهارات كابتن شيكابالا من محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وقتها. اداله كوبري رايق جدا في نص الملعب، كوبري بفرشة من مرة واحدة. فعلا من أحلى الكباري في تاريخ الدوري المصري، وكان يستحق يبقى رقم 1، بس أنا حطيته رقم 2 عشان هتعرفوا دلوقتي إن رقم 1 هو واحد بس. طبعا رقم 1 هو رقم 1 في كل حاجة. محمد أبو تريكة الساحر الماجيكو، أعظم من لمس الكورة في تاريخ مصر. وكوبري بالكعب كده من أبو تريكة لمحمد ثابت صاروخ لاعب المقصة. وده أحلى كوبري من وجهة نظري في تاريخ الدوري المصري. ده محمد أبو تريكة اللي كان بيحسسك دايما إن الكورة سهلة وبسيطة، ولكن الكورة صعبة. ملكش دعوة بأبو تريكة ولمساته وفنياته وغمزاته والكباري بتاعته اللي زي دي. لو تعرف انت اي كباري في الدوري المصري احلى من العشرة اللي انا عرضتهم دول، يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات، وتقول لي مين هو الكوبري الافضل من العشرة دول وتسيبوا لي عشان نعمل جزء تاني ان شاء الله من اختياراتكم انتوا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو والمتابعة عشان يوصل لك كل جديد، وعشان تشوف الجزء التاني، وعشان في حاجات تانية كتير بتتحضر الفترات الجاية. سلام.